النهارده هنتكلم عن فرق مهم جدا بين حاجتين ناس كتير قوي بتتلخبط ما بينهم، هو الفرق بين معاش تكافل وكرامه ومعاش رباط البيوت. طبعا في البدايه لازم نعرف ان كل واحد فينا ليه هدف مختلف وليه طريقه في التقديم والشروط الخاصه بيه. اولا هناخد معاش تكافل وكرامه واقول لكم ايه الفرق بين معاش تكافل وكرامه وايه الفرق بين معاش رباط البيوت. طبعا معاش تكافل وكرامه ده برنامج دعم حكومي من وزاره التضامن الاجتماعي. طبعا الدوله عملته ليه؟ الدوله عملته عشان تساعد الفئات اللي ظروفها صعبه زي الستات الارامل او المطلقات او اللي عندهم اولاد ومفيش دخل ليهم ثابت او اللي جوزها مريض او اللي هو ما عندوش شغلانه ثابته، او حد كبير في السن او مريض. طبعا الميزه في البرنامج ده ان هو مش بيطلب منك تدفعي اشتراك شهري خالص زي ايه معاش رباط البيوت، لكن لازم تكون ان انت فعلا تستحقيه. يعني مش اي حد يروح يقدم عليه وياخده. طبعا بيتم التقديم عليه من خلال طبعا الوحده الاجتماعيه اللي في منطقتنا. بيطلب منك بقى شويه اوراق كده زي ايه، زي بطاقه الرقم القومي، زي الشهاده. طبعا البطاقه لازم تكون ساريه، شهاده الميلاد بتاعه الاولاد، اثبات دخل ليكي او الافاده بعدم وجود دخل اصلا، والافاده من مدارس عشان تشوفي مثلا انت عندك اولاد في سن ابتدائي او اعدادي. لكن خلي بالك ان المعاش ده ما بيبقاش دايم. يعني الدولة عاملاه ان هي بس بتساعدك لحد ما ظروفك تتحسن. لو بدأت ظروفك بتتحسن بيبدأ المعاش على طول بيتقطع عنك. يعني المعاش ده مش ثابت، لكن علشان نقدر نقدم عليه في شوية شروط لازم نلتزم بيها، وهي لازم ما يكونش عندنا تأمين ولا مرتب ثابت ولا عربية باسمنا ولا محل تجاري ولا فاتورة كهرباء تكون سعرها عالي جدا. لا، لازم نعمل، وكمان بيطلبوا مننا ان احنا نعمل بحث اجتماعي. طبعا لو البحث ده تم قبوله طبعا بعد كده بتحصلي على بطاقة اللي هي بطاقة ميزة. طبعا بتصرفي بيها المعاش كل شهر. بس خلي بالك ان التكافل والكرامة ده مش مضمون مدى الحياة. زي ما قلت لكم ان هو يعني الدولة عاملاه علشان تحسن بيه ظروفنا، بس لو ظروفنا بدأت تتغير وزي ما قلت لكم انه لو ظروفنا اتحسنت، طبعا المعاش بيقف تلقائي لان هو مش معاش مدى الحياه، ده الدوله عاملاه لحد ما ظروفنا تتحسن. لو هم راجعوا الملف بتاعنا ولقوا ان احنا ما نستحقش المعاش ده فبيوقفوا المعاش على طول. نروح بقى للنوع التاني وهو المعاش رباط البيوت. المعاش ده مش تابع طبعا للتكافل والكرامه خالص، ولا هو دعم من الدوله ولا اي حاجه. ده نظام تامين موجود في الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه، وهو معمول مخصوص لاي ست بقى مش مؤمن عليها، مش شغاله، مش شغاله في شغل حكوميه. حتى لو حضرتك قاعده في البيت او مش بتشتغلي فتقدري ان انت تروحي مكتب التامين وتعملي تفتحي ملف باسمك، وتدفعي الاشتراك الشهري البسيط. هو بيبدا من 207 جنيه تقريبا. الميزه في المعاش ده بقى ان احنا اول ما بنبدا نتم السن 60 سنه، او لو انت تامن عليك لمده 15 سنه بتقدري تصرفي التامين بتاعك بعد سن 60 سنه. يعني لو انت عندك 45 سنه ورحتي امنتي على نفسك، اما تتم 60 سنه هتصرفي المعاش بتاعك. وهو ممكن بيبدا من سن 18 لحد سن 45 سنه. وكمان لو في حاله الوفاه الاولاد بيصرفوا معاشك عادي، او في حاله العجز بعد الشر يعني بيبداوا برضو بتبداي تصرفي المعاش بتاعك عادي، بتاخدي كل مستحقاتك. يعني تقدري تقولي ان على ان انت امنتي مستقبلك وحققتي يعني ايه، ضمان ايه بالقانون، يعني عملتي مستقبلك مضمون بالقانون. الاوراق بقى اللي بيطلبوها هناك هي اوراق بسيطه زي صوره البطاقه، البرنت التامين عشان يتاكدوا طبعا ان انت مش مأمن عليكي قبل كده ولا شغاله في اي مكان. شويه بتملي بقى استمارة هناك في مكتب التأمين. وطب ايه الفرق بقى ان احنا نقدر نوضحه؟ لان التكافل والكرامة يا جماعة ان ده دعم من الدولة مؤقت، انما المعاش بتاع رباط البيوت ده معاش انت هتاخديه ثابت. لو انت كل ما بتدفعي فيه لانك انت بتدفعي فيه اشتراك، غير طبعا تكافل وكرامة بيديكي معاش ثابت بعد سن ال60 او سن التقاعد. طبعا ما فيش حد يقدر يلغيه. يعني ما حدش يقدر يلغي لك المعاش زي تكافل وكرامه. تكافل وكرامه لو هم لقوا ظروفك اتحسنت بيبداوا يقوموا ملغيين المعاش، انما المعاش ده انت بتدفعي اشتراك شهري 207 كل شهر. طبعا بتروحي مكتب التامين وتقول لهم ان انا عايزه اعمل معاش رباط البيوت. بيبداوا يطلبوا منك شويه حاجات، تعمل طبعا برنت التامين
في النهاية كل واحد فينا بيختار اللي بيناسب ظروفه. لو انت محتاجة ان انت تقدمي على تكافل وكرامة، طبعا انا قلتلك على الشروط بتاعته، تقدري تشوفي الشروط تناسبك ولا لا، وتبدأي تقدري تقدمي عليه. لو انت يناسبك معاش ربات البيوت تقدري برضو تقدمي عليه. وانا هسيب لكم اللينك بتاع تقديم معاش ربات البيوت في صندوق الوصف. ولو عجبك بقى الفيديو يا ريت ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة، ولو انت عايزة تسأليني على اي حاجة اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي.